مقال أعجبني: الخيانة تلوح في الأفق، فضيحة سيدي موسى، مهزلة رياضية جديدة، والعصابة تحاول ضرب ما أنجز من ملاعب عالمية وتشويه سمعة الجزائر. مصادر من دزاير تشتو. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تبرمج تربص المنتخب الوطني المقرر بداية من 4 سبتمبر الجاري لمواجهتي تنزانيا السنغال بمدينة برقة التونسية في خطوة تصنف ضمن المهازل الرياضية التي اعتادت عليها الفاف في السنوات الماضية. ما نعرفش كانوا يديروا الخطرة اللي فاتت، يعني كل الشهور هذول ماناش عارفين اش كانوا يديروا، مش عارف يضربوا في البندير ولا كانوا فاكونس مش عارف. مصالح دزاير تيوب. ايضا الامين العام منير بيشي والناطق الرسمي باسم الفاف صالح بي عبود قرر برمجة التربص بالجارة تونس دون الاطلاع أو إطلاع وزارة الشباب والرياضة والأمر. يعني الرياضة بالأمر، عندك وزارة الشباب والرياضة عندك. شفتش أنا باللي عندنا وزارة الشباب والرياضة بالأمر. معليش. مصادر جزائر تيوب أكدت أن وزير عبد الرحمن حماد لم يتم إعلامه بالأمر، وكان على الاستعداد لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لوضع المنتخب الأول في أحسن ظروف بصفته المسؤول الأول على قطاع الرياضة في الجزائر. يا الوزير، وما على بالكش باللي عندك تربص وما عندنا، باللي عندنا استحقاقات قادمة وراها المواصلات مع بعضكم والاتصالات وراها يا راكبة. مصادر دزاير تيوب دبشي قام أيضا بتجاهل الوزارة بشكل كل رغم الوضعية الصعبة التي تمر بها الاتحادية في الوقت الراهن في ظل شغور منصب رئيس بعد استقالة زفيف أو زيف ولا مانيش عارف ايش معنى اسمه قاعدين، وذلك لحاجة في نفس يعقوب. يعني ممكن خافوا إذا بلغوا الوزارة راح تكون فيها دولة وراح تكون فيها محاسبة وراح تكون فيها نقاط بلا ما نقول. مصادر أيضا من جزائر تيوب: الاتحادية الجزائرية وفي وقت تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب سوء التسيير وعجز مالي يصل إلى 450 مليار سنتيم. ما درتوش حتى ال50 الأخرى هذيك اللي منها ماشي 400، نديرو غير 50 مليار. إلا أنها فضلت برمجة التربص بتونس وتبديل الأموال العمومية دون تبديد الأموال العمومية دون اهتمام بالوضع، رغم أن البدائل متوفرة، سيما أن المركب العسكري ببن عكنون يتواجد في حالة ممتازة وأرضيته بمقاييس عالمية. أيضا من نفس المصادر: الاتحادية الجزائرية المسؤول الأول والأخير عن الحالة الكارثية التي آل إليها مركز تحضيرات بسيدي موسى، فرغم أن موقع دزاير تيوب كان السباق لتسليط الضوء على تدهور الأرضية رفقة عدة إعلاميين بارزين في صورة إلى حفيظ دراجي، إلى أن الفاف وعوض البحث عن حلول لوضع منتخب في أحسن الظروف، إلا أنها خرجت ببيان تنفي فيه المزاعم حد تعبيره وتؤكد جاهزية ملعب سيدي موسى لاحتضان تربص الخضر. هنا بيت القصيد هذون اللي محصوا وقالوا باللي راهو يعني راهو صالح ملعب سيدي موسى وأنه قادر يحتضن تربص الخضر، هذون يتحاسبوا بالواحد قبل أن تطل. يا ودي يلزم الحبس، هذون يلقون الحبس قبل أن تطل علينا اليوم ببيان آخر تظهر فيه مصداقيتها وتعلن عن نقل التربص إلى تونس. أيضا مصادر من جزائر تيوب: قرار الفاف يعتبر ضربة قوية لملف الجزائر احتضان كأس الأمم الإفريقية 2025، على اعتبار أن السلطات العليا في البلاد سخرت إمكانيات كبيرة وقامت بتشييد منشآت ومرافق رياضية بمواصفات عالمية، وأبانت للعالم أجمع قدرتها على تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية، لكن مسؤولي الفاف بسذاجتهم المعهودة لا يلقون بالا لذلك ويوصلون تشويه صورة الجزائر بقرارات عشوائية ستؤثر حتما على حظوظ تنظيم الكامل. وراك طامع زيت نظمت كان بركانا متبادل وبركونا مجيه تاعكم والله العظيم. هذه نقولها لكم. خلينا نستمتع شوي بالتعليقات. خلي إذا كان كلامك صح فنحن في الزريبة مشي دولة. منتخب الفاف كلهم تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، ومفروض أي شخص يتجاهل وزير السجن مباشرة ثم يحاسب. عنا بخير حصلوها يمكن تحضير في مراكز جزائية لا توجد فيها فوضى وامتيازات. يا أخي مازال كاين عنا بكاين وهران وشتاكم تونس دار بضحك علينا بدلتونا كل نهار صفحة جديدة. شوفوا هران يديروا تحضيرات على حتى تونس.
نسكت خير، كاين عنا في جميع المرافق المسؤول في الدولة تظهر وسائل فاف سوف تنحون لأيام روراوة. هذا من جماعة روراوة. الجزائر القديمة الجزائرية، كل يوم جديد في المهازل، ملاعب عالمية. لماذا خسرت كل هذه الأموال من أجل إنشاء هذه المنشآت الرياضية في الجزائر وقم تربص تونس؟ أحلام سعيد الوزير واتباعه دار. هذا يعني هذا أحلام سعيدة، إيه صح. الناس مش حاطة راقدة، مهزلة وراء مهزلة. القوة تحية الجزائر جديدة. لا تشوف تعليقات يعني راسك يحبس. مقابل تنزانيا في 7 سبتمبر لما يقوموش تربص في عنابة بالمرة ويهنونا يودي، حبوا يخرجوا من المشاكل، حبوا يتنفسوا ويبعدوا على رئاسة الفاف على لا ربي يا ربي يعطيني الصبر. مركز الباز بستيف تحفة لتحضير الفريق الوطني، ومركز تلمسان موجود في لالا سيتي حتى هو تحفة لتحضير الفريق الوطني. زيد مركز تلمسان في فندق المال. آه. روح تشوف. علاش بصحتكم بهدلونا تعليقات قدامكم، ما عندي ما نهدر انا. إليك. الكاف راهي على بالها بهذا كل قامته ملف تنظيم كأس إفريقيا قد حسم للمغرب والجزائر نهار يتفاهموا الإصابات بيناتهم يعطوهم ينظموا. كان في 2051 2000 مثل 3000 اللي هي قالوا 2000. عجبتني هذه كلمة على الإصابة. يجب على وزير الشباب والرياضة إقامة مباراة بين الإصابة السابقة والإصابة الحالية. الشعب الكل يحضر مقابلة راح تكون عالمية. الله يعطيه الصح. والله غير اللي يحكموا غير يندم على النهار اللي زاد فيه. أول محاسبة ما كانش مثالي، المسؤول من البيرو ما يخرج على هذه لم يكن على دراية. كامل كرة القدم في الجزائر تعيش أكبر فساد المالي وإداري. هناك أطرت أمور شخصية نابلة بحجم القارة. يا أخي قلت العصابة راحت هذه الجزائر الجديدة. وقد راح نطالب بالجزائر القديمة. لم نستطيع أن نوفر مركز تدريب ونطمح الحصول على استضافة في الجزائر. ثقيل صح، ثقيل في البهدايل صح خويا سليم. ولا كي يسموك كي تقولي ثقيل نقولك ثقيل في التبادايل. وي صح، راهو ثقيل بصح في التبادايل ماهوش في الإيجابيات. من وقتها حنا نسمعو يا ودي قلت لكم كان خليتوني في البحر طرونكيل. ربي يا ربي تقريبا قريب 15 يوم بعد الكورة ريحت نفست. ليه جاي المرض هذا؟ ليه والله ليه جاي المرض هذا سيدي؟ الله يكون معنا، يكون مع الصابرين وخلاص من الخواذون. يلا السلام عليكم.